طريقتين في المذاكرة فرقت معايا 180 درجة وخلتني اجيب تقدير حلو وانجح في كل المواد. واول طريقة وهي طريقة البومودورو، انك تذاكر 25 دقيقة وتاخد بريك 5 دقايق. وكمان دي واحدة من اشهر الطرق في المذاكرة وهتخليك تدخل في مود المذاكرة في ثواني، وكمان تبعد عن التشتت. كمان بتخليك تنجز كل مهامك بدل ما اول ما تبدأ تقعد وقت طويل وانت ما انجزتش حاجة. فهنصحك اول ما تبدأ تستخدم طريقة البومودورو، 25 دقيقة مذاكرة و5 دقايق بريك. انك لو انت بدأت بعدد ساعات طويلة دماغك هتقولك لا انا مش هذاكر حاجة ولا قادر اذاكر حاجة، ويكون عليك متراكمات وكمان مش هتقدر تنجز حاجة. في طريقة وهي تذاكر ساعتين او 3 ساعات وتاخد بريك نص ساعة. بكل بساطة علشان عقلك يساعدك عشان تنجز كل حاجة عاوز حاجتين. اول حاجة انك تبدأ بحاجة بسيطة، واحنا قلنا تبدأ باول حاجة تذاكر 25 دقيقة مذاكرة و5 دقايق بريك اللي هي طريقة البومودورو. وتاني حاجة لما دخلنا في مود المذاكرة اللي هو طبقنا 25 دقيقة و5 دقايق بريك، ندخل بقى في الطريقة التانية وهي انك تاخد 3 ساعات او ساعتين مذاكرة ونص ساعة بريك. وكمان ما تنساش تعمل سيف للفيديو علشان ترجع له مرة تانية.